انت كده بتلعب ترابيس. اول لما تقول ترابيس انت غلط مطلق، لان انت كده انت بتبص على الحركه المفصليه فقط. اللي بتحصل ان لوح الكتف بيطلع لفوق وبينزل تحت. في فرق كبير ما بين ان انا اعمل الحركه المفصليه دي اهي، وما بين ان انا اعمل الحركه المفصليه دي كده البو اكستنشن. ولكن في فرق اكبر لما اجي اعمل ازاي. هل انا بحرك مفصل الكوع؟ اطلاقا. مفصل الكوع عندي ثابت ما بيتحركش. كل اللي بيحصل ايه؟ اليفيجن. لا، ده هو الوزن بيسحبني للاليفيجن. يبقى انا بعمل ايه؟ ديبريشن. لو انا سبت الوزن هيقوم مطلعني كده لفوق. بصي، ولكن خدي بالك من حاجه، الكوع لازم يبقى ثابت. لو سبت الوزن ايه اللي هيحصل؟ هيقوم مطلعني كده لفوق، فساعتها هقوم انا عامل له اجبار لتحت. فالحركه دي اسمها ديبريشن. مين بيعمل ديبريشن؟ لو حد عايز يقعد ويحس هتلاقي كل العضلات اللي بنتكلم عليها شغال. اللاتس بتعمل ديبريشن، الصدر بيعمل ديبريشن، اللور ترابس بتعمل ديبريشن. فكل الكلام ده عشان لوح الكتف بينزل لتحت والعظمه بتاعت الهيومرس بتنزل لتحت. هتقعد هتحس بقى بالعضلات دي. ده تمرين حلو جدا ان انت لو عايز تعمل ايه؟ تعمل حركه الشولدر او السكابيولار ديبريشن اهو. فكده انت مشغل العضلات دول. طب لو انت عايز تشغل الترايسبس، خلي الكتف ثابت وحرك الكوع، فساعتها هتعمل ايه؟ هتعمل البو اكستنشن اهو. فهنا ده الفرق كله.